تعالوا بقى نعمل بسبوسة الأكياس الجاهزة. بما ان رمضان داخل علينا وبيحب الحلويات، فأنا حبيت أشارككم الوصفة البسيطة دي. وطبعا دي أول فيديوهات رمضان. أول حاجة هنجيب كيس من السميد أو كيس بسبوسة جاهزة، وهنحط عليه نص كوباية من الزبادي ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، هنقلبهم مع بعض. بعد كده بقى هنحط عليهم نص كوباية من السمنة السايحة. ممكن تستعملي سمنة نباتي اي نوع تحبيه، وممكن كمان تستعملي سمنة بلدي هتديلها نكهة وطعم حلو جدا، يعني اي نوع تفضليه. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نقلبها بايدينا، يعني هنعجنها بس ما نعجنهاش كتير قوي علشان ما تنشفش معانا وهي بتتعمل. بعد كده بقى هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها البسبوسة واديلها دهنة سمنة محترمة كده، لان البسبوسة اصلا بتحب السمنة، فهغلف الصينية كلها بالسمنة. هنزل بقى بالبسبوسه في صينيه، في الصينيه اللي انا غلفتها بالسمنه. طبعا احنا ما عجنهاش كتير لان البسبوسه اصلا مش بتتعجن كتير، يا دوبك بس تتشرب المكونات بتاعتها وخلاص. هبدأ بقى ان انا اسويها في الصينيه، يعني خليها بسمك واحد كده ومخليش فيها اي حته طالعه عن التانية او حته عاليه وحته واطيه. وهبدأ بقى ان انا اسويها. طبعا انا كنت عملت هنا معاكم طريقة الهريسة الدمياطي. طبعا هي طريقة الهريسة مشابهة شوية للبسبوسة، بس يعني بتختلف عنها في حاجات تانية. هحط لكم رابط الطريقة في صندوق الوصف لو حابين تدخلوا تشوفوها وتعملوها. هي انا عاملة الطريقة الأصلية للهريسة يعني. هبدأ بقى ان انا اسوي البسبوسة كده. وطبعا لو انتوا حابين تسيبوها سادة كده مفيش مشكلة، هتبقى حلوة. لو حابين تزينوها باي نوع من المكسرات تبقى احلى، يعني ممكن اي نوع، ممكن سوداني، ممكن مكسرات، اي حاجة انتوا حابينها. وهدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. ممكن تاخد منك نص ساعة، نص ساعة الا حاجة بسيطة، بس حاولي ان انت تتابعيها علشان ما تتحرقش. انا دلوقتي بقى كنت حطيت البسبوسه في الفرن وهبدا ان انا اعمل الشربات. حطيت كوبايه من الميه وكوبايه من السكر وباكت فانيليا، وهبدا ان انا اقلب الشربات قبل ما ارفعه على النار علشان ما يسكرش، لحد ما المكونات دي تدوب مع بعضها. بعد كده هرفع الشربات على النار لحد ما يغلي، وهو بيغلي على النار هحط له نص ليمونه، نص عصره ليمونه. بعد كده بقى الشربات كان سخن والبسبوسه طالعه سخنه من الفرن، حطيت عليها الشربات، وزي ما انتم شايفين الشربات خفيف جدا. والشربات هيتشرب يعني البسبوسه هتتشرب الشربات. زي ما انتم شايفين بقى، شايفين دخانه طالعه كده من البسبوسه، لان الشربات كان سخن والبسبوسه كانت سخنه، فده الاحسن والانجح للبسبوسه. بعد كده بقى سبتها تتشرب من الشربات وهقطعها. وبجد كانت طريقتها حلوه جدا وسهله وخفيفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. مع السلامه.